اهلا بكم مشاهدينا، حلقه جديده وكلام جريء. بما ان احنا دايما بنقول وبنسمع وبنقرا ان السياسه والاقتصاد وجهان لعمله واحده، فبالتاكيد واحنا النهارده بنتكلم عن الاقتصاد في مصر لازم هنتكلم عن الاحداث السياسيه الاخيره في مصر والقرارات الرئاسيه الاخيره والاعلان الدستوري اللي صدر وكان عليه نقاش وجدل كبير جدا، لأن بالتأكيد هيكون ليه تأثير مباشر وصريح على الوضع الاقتصادي في مصر. خليني أقول لكم أن بداية في قدر القرارات استقبلت بعدم ترحيب في العديد من الأوساط الدولية. لو بنتكلم على الأمم المتحدة، على الاتحاد الأوروبي، بنتكلم على أمريكا. ده ناهيك طبعا عن الداخل أن في البعض قد وقف وعارض هذه القرارات. مدى تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري بشكل مباشر، آفاق الاستثمار في مصر في المرحلة المقبلة، ده موضوع حلقتنا النهاردة. بشرفنا في الاستوديو أستاذ دكتور نادية النمر، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الأسبق بكلية التجارة جامعة بنها. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك فندم. دكتور نادية، بداية ردود الأفعال العالمية للقرارات الأخيرة في مصر، هل ممكن يكون لها تأثير مباشر على الاستثمارات الأجنبية في مصر؟ بالتأكيد طبعا هيبقى لها ردود سلبية على الاستثمارات الأجنبية في مصر، لأن الاستثمار عايز استقرار، وأي حد عايز يجيب استثمارات في الداخل لابد أن هو يتأكد أن كل جنيه حطه لابد أن هو يحقق العائد أفضل من وضعه في أي مكان آخر. فبالتأكيد هيبقى فيه ردود سلبية لهذا الوضع. عشان كده إذا كنت فعلا عايز أحقق تنمية اقتصادية حقيقية أو أحقق نهوض اقتصادي، لابد أن أنا أسعى لتحقيق استقرار سياسي، لأن القرارات الاقتصادية أصلا بتصدر من السلطة السياسية. فإذا كانت السلطة السياسية غير مستقرة، الأوضاع السياسية غير مستقرة، فإزاي هحقق يعني هعمل بنى جديدة، والبنى دي من استثمارات، جزء منها استثمارات من الخارج. فالاستثمارات اللي في الخارج اكيد هتبقى حريصه ان كل ما تضعه من استثمارات هيبقى موضوع في بيئه قادره على حمايه هذا القدر من الاستثمار، وبالعكس مش بس حمايته، انها تحصل على اعلى عائد من وراء هذه الاستثمارات. طيب، قرض صندوق النقد الدولي قبل القرارات الأخيرة كان تم اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية، أو بين الحكومة المصرية وإدارة الصندوق، تم توقيع اتفاق مبدئي على القرض. هل تعتقدي أن ممكن القرارات الأخيرة وردود الأفعال السلبية تجاهها يكون لها صدى على القرض؟ ده بالنسبه للقرض من الصندوق. طبعا انا يعني القروض الخارجيه انا شخصيا بحاول بقدر الامكان في مراحل التنميه اللي الاقتصاد بيبقى ضعيف ومنهك، بتبقى شروط قاسيه جدا الخارجيه على عمليات التنميه. فبالتالي لابد في البداية لأي سلطة في أي دولة في العالم بتنهض في بداية عملية التنمية والجسم الاقتصادي ضعيف، محتاجة حرص شديد جدا في استجلاب استثمارات خارجية، لأن الاستثمارات الخارجية بتسيطر عليها توجهات دول عظمى لها مصالح سياسية واقتصادية في الدول اللي هي بتوجه لها هذه الاستثمارات، وبتنتهز لحظات الضعف لكي تملي شروطها اللي هي بتؤثر على القرار السياسي واستقلالية الدولة. ومصر من الدول المتميزة عالميا، يعني مصر يعني كل دول العالم بتعمل حساب لمصر لأنها مؤثرة، موضوعة في قلب منطقة. مصر رأس أفريقيا، وأيضا مع الدول العربية هي دولة رائدة في المنطقة العربية، وأيضا في الدول الآسيوية لها علاقات وتشابك داخل هذه المنطقة. فمصر هنا في قلب يعني ثلاث مناطق حساسة جدا. نعم. بالإضافة إلى أن مصر بالنسبة للدول العربية احنا كلنا بنعرف لما مصر كانت بتحقق تنمية اقتصادية كان صوتها بيعلى، بتقوى سياسيا، بتقوى عسكريا، وبالتالي بيبقى ليه تتابع ان كثير من الدول بتحاكي هذا النمو. طيب، يعني حضرتك بداية ضد القرض من الصندوق؟ بدايات يعني انا الا في الضروره القصوى. هي الضروره القصوى اللي الحكومه بتتكلم عنها انها هيبقى زي شهاده جداره، او ببساطه علشان الناس تفهمنا، هيبقى زي شهاده تقول للمجتمع الدولي ان الاقتصاد بتاع البلد دي كويس، تعالوا اتفضلوا استثمروا عندنا. هيبقى افضل لو انا ابتديت ابذل مجهود. يعني انا في 67 لما خسرت حرب 67 والاقتصاد بتاعي كان صفر،
ها، والجيش بتاعي كان انهك والعالم كله كانت فضيحه في كل العالم، صح؟ انا في الوقت ده كان ممكن اقول انا ما اقدرش، مش هقدر انهض الا لما جت تيجي امريكا تساعدني او تيجي الدوله الفلانيه تساعدني او تيجي ها. لكن انا لو كنت عملت كده ما كنتش انتصرت في 73. أنا بالإرادة والتصميم والفكر المصري الأصيل والتكنولوجيا المصرية أعلى تكنولوجيا في العالم، إن خرطوم المية اللي هي الأسلوب البسيط اللي أنا شلت بيه جدار الخوف بتاع بارليف. نعم. ده جاي بالإرادة المصرية بالفكر المصري. لو كنت انتظرت الفكر الأمريكي ولا الفكر الروسي ولا الفكر الصيني ولا أي فكر من الأفكار الأخرى ما كنتش انتصرت في 73. يعني انتصرت ب 73 بالإرادة المصرية والفكر المصري والثقة في النفس والرغبة في النهوض والخروج من هذا المأزق. هذه الرغبة وهذه الإرادة إذا وجدت في الفترة الحالية، أنت شفت ثورة 25 كل العالم تحدث عنها، لم تحدث في العالم. أوكي، هذا الحدث قادر على عمل طفرة اقتصادية تنموية غير مسبوقة. طيب على أرض الواقع علشان يكون كلامنا منطقي وعلى ماشي. أرض الواقع قابل للتطبيق. أيوة، إحنا في وضع مختلف بعد الثورة. 67 ل 73 دول كام سنة؟ من 67 ل 73 كام سنة؟ 6 سنين. عملنا اللي من الصفر في 6 سنين عملنا حدث يعادل 25 يناير. طيب مظبوط. بعد 25 يناير الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر عنده مشاكل. إزاي على الأرض كحكومة مصرية أو قائمين على الأمر في مصر ياخد خطوات حقيقية يشجع الاستثمار ويشجع العمل في مصر؟ أنا بناشد الدكتور محمد مرسي، وهو أستاذ جامعي زميل، والبحث العلمي هذه هي الأداة للحركة. خلاص، والبحث العلمي حاليا مش فردي، البحث العلمي جماعي. أوكي، الدكتور محمد مرسي طلع للسلطة من خلال تعاطف ومؤازرة عدد كبير من القوى السياسية الموجودة على الساحة المصرية. أوكي؟ كان هناك اتفاق بينه وبين القوى السياسية، وافق على عدد من الشروط وعدد من النقاط. أوكي؟ مصر في هذه المرحلة اللي حصل أنا بمثلها بأن في بركان انفجر، والبركان ده يعني طلع كل ما بالداخل من غليان في الداخل، ونتج عنه أنه الدكتور محمد مرسي فاق فوق السلطة. أوكي؟ طلع ازاي؟ طلع في ضوء ظروف غير طبيعيه. خلاص، الظروف الغير طبيعيه دي لابد ان تصبح ظروف طبيعيه، يعني لازم ارجعها للوضع الطبيعي عشان اقدر اعمل استقرار سياسي اللي هو هيديني قوه اقتصاديه ودفعه اقتصاديه. وانا متاكده ان خوف العالم كله من مصر، لان مصر لو استقرت سياسيا يعني الحركه الاقتصاديه هتكون سريعه للغايه، وفي فتره زمنيه قصيره ستحقق إنجاز غير مسبوق. هل اللي حضرتك بتتكلمي عليه كاستقرار سياسي تعتقدي أنه دكتور محمد مرسي مسؤول عنه؟ وأنا بقول أهو دكتور محمد مرسي زميل وبحترمه، أنا بنادي الدكتور محمد مرسي بقول له من فضلك لا تنفرد باتخاذ القرار. ليه؟ لأن الانفراد باتخاذ القرار، لو القرارات اللي خدها دي كان تم الجلوس مع المجموعة اللي هي كانت قبل ما تطلع نتيجة الانتخابات وقفت معاه وأيا كانت اتجاهاتها. اوكي، احنا ما نقدرش ينفرد مجموعه بحكم الدوله دي، لان كله ساهم في 25 يناير. طيب خلينا نرد على حضرتك بالنسبه للانفراد عن في اتخاذ القرارات. بما ان الطرف الاخر غير موجود فنحن نعرض وجهه نظره. موافقه. ان تم، وده كان تصريح رسمي من رئاسه الجمهوريه، انه تم الرجوع للقوى السياسيه قبل اتخاذ هذه القرارات. لم يتم. انا يعني متابعه جيده للموقف، لم يتم بالشكل اللي هو يؤدي الى يعني النهارده في استقالات من مستشاري رئيس الجمهوريه بيقولوا ان احنا مستشاري رئيس الجمهوريه لم يستشارنا في هذه القرارات. ده في الجرايد، ده مكتوبه في الجرايد. فاهم حضرتك؟ فانا انا مشفقه على الدكتور محمد مرسي، لانه جه في فتره فيها بركان الارض بتغلي، في غليان تحته، يبدو ان هو شايف اشياء احنا مش شايفينها، ويبدو ان الوضع بالنسبه له خطير جدا احنا مش حاسين بخطورته. فليشعر ولو مجموعه من القيادات اللي بذلت الدم وبذلت الجهد في سبيل التغيير، لابد انهم يكونوا جنبه في هذه اللحظه ومتعاطفين معاه، او شايفين جزء من الصوره اللي هو شايفها وهم مش شايفينها، عشان لما يطلع قرار الناس تتعاطف. يعني انا دلوقتي الناس الناس في اللحظه دي كلها واقفه عايزه مقابل، عايزه تاخد حاجه. فانا طول ما انا مش قادر ادي حاجه
طول ما انا مش قادر انفذ على الناس دي اي حاجه، يعني مش هقدر اطالبها باكتر، فاهم حضرتك؟ فعشان اطالبها باكتر لازم الناس تبقى راضيه انها تديك اكتر. زي في 67 الناس كانت بتقلع الدبله وتروح تديها، كانت بتتبرع باللي عندها، فاهم لان حضرتك؟ كان في هدف قومي يعني بيلم القرض الناس ال4 كلها. مليار دولار ده لو الناس حست ان الدكتور محمد مرسي بيمثلها بشكل حقيقي، وانا اعتقد ان هو يعني بيحاول يعمل ده، لكن مش واصل ده للناس، لازم يوصله، ولازم عشان يوصله لازم من خلال القنوات اللي تعرف توصل ده. طيب ده على المستوى السياسي. ايوه. على المستوى الاقتصادي، هل الحكومة محتاجة تاخد قرارات اقتصادية نقدر نقول ان هي غير تقليدية علشان تشجع الناس انها تيجي مصر، انها تشجع الناس انها تخلق فرص عمل جديدة سواء استثمارات داخلية او خارجية؟ بص حضرتك، الاستثمار ده عامل بالظبط زي البنزين بتاع العربيه، خلاص؟ عشان تمشي العربيه لازم يبقى في خطوط تمشي فيها. اذا كان الارض كلها مليانه الغام، هتجيب لي الاستثمار الخارجي يدخل جوه هنا عشان تفرقع؟ يعني ما انا بدخل جنيه لما اجيب الجنيه من بره ادخله جوه، لازم يبقى المكان ده افضل مكان ليا في العالم عشان يديني جنيه. وانا اجي لك ليه؟ انا باجي لك عشان احقق مصلحه، ربح تجاري وربح سياسي، الاثنين ما بفصلهمش عن بعض. يعني انا كل مصلحتي الدول الثانيه القويه اللي هتديك دي دول قويه، والدول لها مصلحه في هذه المنطقه، فمش هتديك القرض بتاع الصندوق كلنا عارفين اللي مسيطر على الصندوق 5 دول عظمى لها مصالح، مش هتديك هذا المبلغ الا اذا حددت تنازلات، منها حكايه رفع الدعم. والرفع الدعم ده كلنا عارفين، ترفع دعم البنزين هيوفر لك يعني 500 مليون ولا 600 مليون، ها؟ لكن الطلب هيزيد على 95 على 92 بسبب ارتفاع 95، فاهم حضرتك؟ فلما يزيد الطلب احنا بتوع اقتصاد، الناس عايزين 92 و92 مش موجود، لكن يا دكتور ما هو برضه من غير المنطقي ان انا ادعم البنزين ال 95 اللي هو المفروض بيستخدمه الاثرياء والقادرين، وبنفس الدعم اللي بقدمه للبنزين ال 80 وال 90 اللي هو الناس البسيطه او الناس متوسطه الدخل بتستخدمه. كل دول العالم بتعمل كده. ده غير منطقي، ده غير منطقي في ظروف منطقيه، لكن انا بمر بظروف غير منطقيه، وهو ده الاعتراض بس الوحيد. انا الظروف بتاعتي غير يعني منطقيه، التوقيت غير ملائم بالظبط. ان انا الناس دلوقتي كلها بتعاني، ما جيش اروح مفجر الناس دي اخليها تطلع كلها في الشارع تاني يوم. كفايه اللي احنا دلوقتي جايين من التحرير والدنيا مولعه، فاهم حضرتك؟ فانا بقول القرارات اللي بتؤخذ دلوقتي لازم يبقى فيها توافق عليها، واراعي ان هذه القرارات لا تعمل على زياده اشتعال الوهج اللي لسه لما لم يطفى، لسه البركان لسه شغال. طب هيرد على حضرتك وهيقول لك هنجيب فلوس منين؟ موارد الدوله محدوده والضرائب محدوده، وإذا انا بحذر من حاجتين. اذا كنا مش انا بحذر من حاجتين في الفتره الحاليه، رفع الاسعار او رفع الضرائب، الاثنين بحذر منهم الاثنين. احنا بنتكلم على الضرائب على القادرين، مش بنتكلم على المواطن في البسيط اللحظه اللي دي دخله انا عندي بسيط. 80% من الشعب المصري غير قادر، 40 في الارض و40 بعديهم بشويه، فاهم؟ فأنا في مرحلة في منتهى الخطورة، فاهم حضرتك؟ في هذه المرحلة أنا بحاول بقدر الإمكان أطبطب على الناس وأخدهم معايا وأتحرك بيهم لقدام، أعمل خطوات لقدام. عشان أعمل خطوات لقدام، أولا الوزارة حجمها ما يبقاش بهذا الحجم، يبقى أقل، وتبقى وزارة إنقاذ وطني، يعني بتعمل إنقاذ زي بتوع المطافي لما بيجوا بيدخلوا لابسين كوزات انا عايز وزراء كده، عايز وزراء ان هم يعني النهارده دخلت في الويب سايت بتاع هيئه الاستثمار، الدكتور انديل الحقيقه بيتكلم عن خريطه الاستثمار. انا سعيده قوي انه بيتكلم عن خريطه الاستثمار لانه مهم قوي عشان اجيب استثمار في اي مكان. يعني لو انا الجسم الاقتصادي بتاعي عايز استثمارات زي جسم الانسان بالظبط، عنده فاقد مثلا 7 لتر دم، ما اقدرش احط 7 لتر دم فجاه هيروح ميت. انا دلوقتي يعني في اللحظه دي لابد ان انا الاماكن اللي هي غير مشتعله وعندها نوع من يعني السكون تبتدي يعني تتحرك زي المحافظات، يعني محافظه القليوبيه، محافظه الشرقيه، المحافظات اللي هي بعيده عن الحدث لحد ما. هذه المحافظات لابد ان كل محافظ في هذه اللحظه لابد ان يكون عنده خلفيه اقتصاديه وقدره اداريه، بمعنى ان هذه المحافظات لازم تكون وحدات اقتصاديه، لازم المحافظه. هل ده موجود في الاجنده الاقتصاديه اللي حضرتك بتتكلمي عليها او الاجنده الاستثماريه اللي حضرتك اطلعتي عليها؟ المشكله ان انا لما بقرا القرارات او بشوف الاولويات اللي معروضه في الجرايد، كلام جميل حلو قوي، لكن لما بشوفه في الواقع في التنفيذ انا مشكلتي المتابعه والتنفيذ والاداره مش موجوده. انا عايزه الافكار
قابله للتنفيذ ونتائج سريعه، والافكار عارف المغناطيس اللي هو كل ما تتحرك وتحط حاجات حواليه يروح لامم الحاجات دي، يعني يبقى الدايره عماله كل شويه بتتسع وتجذب افراد ليها. هيرد برضو على حضرتك، وانا هنا اطرح وجهة النظر الاخرى، لا ادافع عن احد. ماشي. هيرد على حضرتك ويقول لك احنا قاعدين زي ما لسه حضرتك قايله، احنا قاعدين نطفي حرايق، الحق في حريقه كذا، الحق في مظاهرات، الحق في مش عارف ايه، احنا مش لاحقين نشتغل. ماشي. لما يبقى الاقتصاد المصري بتاعي، الشعب المصري ده 90 مليون قاعدين في 10% من مساحه الجمهوريه، يعني عندي 90% من المساحه فاضيه. ماشي. في الفتره دي انا في وسط الولعه دي كلها، ايه اللي يطفي الولعه؟ ان الناس اللي مولعه دي عماله تتنطط، تبص تلاقي كل واحد في مكان شغله بيلاقي اللي بيحتضنه وبيديله افضل، بيديله، مش لازم يديله ناحيه نقديه، يديله موقع عمل افضل من الاول. يحس ان آلية العمل لازم احس ان في تغيير، يحس ان في امل، يحس ان في شغل بيحصل، ان في تغيير. انا ممكن يعني المرتب بتاعي يفضل زي ما هو، وفي نفس الوقت ابص الاقي ان انا بتحط في المكان اللي بحركه ايجابي لقدام، اللي بيتحرك المكان يتغير بقى افضل، لان انا اقدر ادي اكتر. ماشي. والشخص التاني ما يقدرش يدي في المكان ده، لكن يدي اكتر في مكان تاني. اقدر الاقي، بسكن كل واحد في المكان المناسب ليه، وابص الاقي ان في حركه ابتدت تتحرك بالتدريج. المحافظ مسؤول دلوقتي، انا ما اقدرش هقول وزير الصناعه يا وزير الصناعه، انا كل الدول المتقدمه بتشتغل على الصناعه، فين الصناعه بتاعتك؟ هو عمل الوزير السابق بيقول عندي 1500 مصنع تعطل، النهارده رئيس هيئه الاستثمار بيقول لي 2500 انشئ، 2500 شركه لسه كاتبها من قيمه كام يوم، ب 85% استثمارات محليه. اوكي، يعني اصدق مين؟ اصدق ده ولا اصدق ده؟ الشخص الواحد فوق، يعني وزير الصناعه فوق لوحده مش هيقدر يدير عجله الصناعه ككل، لكن لازم يفرض خريطه، لا مركزيه فورا للمحليات. لازم المحافظات يبقى لها دور ودور فعال، عشان المشكله الكبيره بدل ما تبقى مشكله فوق كلها فوق، اقسم المشكله على اجزاء، كل محافظه يعني تبقى مختصه بهمومها. عندي في محافظه القليوبيه، يا محافظ القليوبيه عندك بطاله، عندك كام؟ تصنيفها كام؟ انا عندي 4 مليون واحد مؤهلين، عندهم فوق المتوسط وجامعي، يعني ال10%، يعني دول 90% مؤهلين من 4 مليون، ال10% من البطاله مش متعلمين او معاهم بعد اقل من التعليم المتوسط، دول بيشتغلوا. تخيل بقى الاميه اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، البطاله فيه صفر، واللي متعلم اللي هو ده المورد، هي دي المورد البشري لازم يتحرك ويشتغل. ما انت لو ما شغلتوش هيقعد لك في التحرير، لما ما شغلوش هو اللي هيكسر لك، لانه مش لاقي عشان يخلق فرص. هيرد على حضرتك يقول لك عشان اخلق فرص عمل جديده لأنك انت لازم تضخ استثمارات، سواء كانت استثمارات حكوميه او استثمارات خارجيه. ده هياخدني لنقطه مهمه جدا حضرتك اثرتيها في كلامك. هل احنا محتاجين لمشروعات قوميه كبيره كثيفة العمالة، يعني تستوعب أيدي عاملة كتيرة جدا، وبالتالي هتتيح فرص عمل كتيرة جدا؟ لأن في أعتقد نظرية اقتصادية دايما بتقول أن في أوقات الأزمات أو في أوقات الركود والكساد الاقتصادي دايما الدول بيفضل أنها تلجأ لخلق فرص عمل جديدة من خلال العمل على مشروعات قومية كبرى. أنا عايز مشروعات قومية كبرى ومشروعات صغيرة كده، عايز الاثنين. فاهم عليك؟ أنا الفترة اللي فاتت كان الجنزوري كتب وقال أكتر من مرة إن المشروعات اللي كان قايم فيها، اللي هي المشروعات اللي هي كان اسمها مشروع إيه؟ توشكا، قال ادوني فرصة في خلال كام شهر هشغله، تعالى. وكان فعلا ابتدى يشتغل. أوكي، ما فيش مشكلة، أنا اللي عايز يشتغل وهينجز اتفضل. أنا عايز اللي يساعدني. فأنا عايز المحافظات، يعني من فضلك أنا مهتمية قوي بده، إن كل محافظ يحدد البطالة اللي عنده ويصنفها، ويحدد الموارد اللي عنده، ويدي لنا هو اللي يحط الخطه بتاعته، ان في خلال قد ايه. انا مش عايزه ان ثلث سكان او 25% من السكان في محافظه القاهره، مش عايزه ده يحصل. انا عايزه اعيد انتشار البشر على المحافظات الموجوده، بحيث ان ما يبقاش البشر ده كله قاعد في 10% من مساحه الجمهوريه. يا دكتور، بس كلام حضرتك ده معناه ان احنا محتاجين لتعديلات تشريعيه تسمح للمحافظ انه ياخد قرارات خطيره زي دي فورا. مستنيين ايه؟ احنا بقالنا 20 سنه عمالين بنتكلم في هذا الموضوع، احنا بنتكلم وبس. على فكره
قانون المحليات اللي هو 79 و81 قانون محليات. انا عملنا مؤتمر على المحليات والتنميه الاقتصاديه. القانون فيه اللامركزيه، ايه رايك بقى؟ وفي المناطق الاقتصاديه خلاص، وفي الدور الاقتصادي للمحافظ، ده موجود في القانون القديم. احنا عندنا قوانين رائعه لكن ما لا تنفذ. في ايه اللي هيمنع المحافظ ان هو يقعد مع الناس بتوعه؟ كل محافظه على فكره فيها جامعه دلوقتي، الجامعه دي تبقى مركز بحثي يخص المحافظه، يحط الخطه الاستراتيجيه بتاعت المحافظه للتنميه، بدل ما الشباب يخرج من المحافظه لبره يبقى المحافظه نقطه جذب تجذب الناس ليها. طيب في اطار كلام حضرتك، بما انك بتتكلمي عن ضروره ان الجامعه تكون مركز بحثي للمحافظه اللي موجوده فيها، بالظبط. انتوا في جامعه بنها حاولتوا تتواصلوا مع المحافظه، حاولتوا تعرضوا عليهم افكاركم، حاولتوا تعرضوا عليهم ابحاثكم العلميه في المجالات المختلفه؟ سنه 2000 انا شخصيا اشتغلت مع المحافظ وعملنا مؤتمر مع جمعيه خريجي كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه والله يرحمه طه بيه خليل كان ماسك هذه الجمعيه ساعتها ودعمني باقصى دعم، والمحافظ كان ساعتها موجود وكان ايضا دعم جدا، وعملنا مؤتمر في المحافظه، الجامعه اساتذه الجامعه مع المحافظه والمحافظات اللي هم حوالين المحافظه، يعني 5 محافظين كانوا حاضرين المؤتمر مع وزير التنميه المحليه اللي هو مصطفى عبد القادر، وهو حيا يرزق لغايه دلوقتي. طب ليه ده ما بيتحققش دلوقتي يا دكتور؟ ليه ما بنعملش كده الدكتور دلوقتي؟ مصطفى عبد القادر دخل الندوه وقلت له في الكلمه ان قبل واحنا بنتكلم عايزين قرارات، ادى قرارات ساعتها، واللي قلناه قعد لغايه النهارده ما تنفذش. اتعمل كتاب منه سنه 2000 وطلع الكتاب، والكتاب عندي والمحافظين كانوا متفائلين جدا وكانوا اكتف جدا وشغالين جدا، وابتدينا نسعى، يعني عملنا سيشن للقانون ودرسناه وجبنا النواحي الايجابيه في القانون والنواحي السلبيه، قلنا طب نشتغل على النواحي الايجابيه اللي موجوده في القانون، مش محتاجين نعدله دلوقتي، اشتغلوا على الجوانب الايجابيه اللي هي المناطق الاقتصاديه. ابتدينا نشتغل، المحافظه دي هتدي المحافظه اللي جنبها ايه وتاخد منها ايه وهي هتعمل لنفسها ايه، وحطينا بلان وابتدينا نشتغل، والناس والمحافظين كانوا متحمسين جدا، كانوا حاضرين، وخلص المؤتمر واتعمل في كتاب. ما هو المشاهد مش ده بس، مش ده المؤتمر ده بس، ده انا حضرتك لو دخلت على النت وحطيت بس كده الاستثمار في مصر 13,000 ورقه بحثيه عاملاها كليه الاقتصاد وعاملاها جامعه بنها وعاملاها جامعه المنوفيه. في دقيقه المشاهد اللي بيشوفنا لازم هيجي على باله دلوقتي سؤال، هو في محافظ او مسؤول جاي علشان يفشل؟ في محافظ او مسؤول جاي علشان ما يعملش انجاز علشان يبقى فاشل يقال عليه في النهايه ان هو فاشل؟ بالتاكيد لا. بالظبط. تبقى المشكله فين؟ في 2 وزراء غايه في الاهميه في جمهوريه مصر العربيه، وزير التنميه المحليه ووزير التنميه الاقتصاديه. الاثنين دول لازم يبقى في كونتاكت بينهم وكونتاكت بين الاثنين دول وبقيه الوزراء، بحيث ان انا الوزير لما بيديني، لما بعين انا محافظ بقول له في خلال شهر تحط لي الاستراتيجيه اللي هتشتغل عليها وتقول لي في الفتره الزمنيه اللي البطاله اللي عندك هتخلصها. هو اللي هيحطها، يعني المحافظ اللي هيحط لنفسه الاستراتيجيه الخاصه بيه، احطه قدام مسؤولياته، يعني هو اللي هيقول لي انا امكانياتي كذا وعايز كذا وهقدر اعمل كذا. طيب هتلتزم هلتزم، اللي ما يلتزمش اشيله واجيب غيره. ليه؟ ايه المشكله؟ انا يهمني في النهايه ان انا احقق تنميه حقيقيه، وبقول لك حضرتك من فضلك تقدر تعمل ايه؟ تقول لي اديني فرصه وابحث بطريقتك وتعالى لي واديني الميعاد اللي هتيجي فيه، تقول لي هاجي بعد شهر واقول لحضرتك هعمل ايه، اقول لك حاضر، انت هتجي لي حط لي الورقه اللي انت هتنفذها والاليات والوسائل التنفيذ في محافظتك، بحيث مشاكل المحافظه ما تطلعليش بره، يعني الخريجين اللي عندك دول كل واحد يبقى عنده وظيفه شغل جوه محافظته، ما يطلعليش على القاهره ويجي لي هنا ويقول لي مش لاقي اشتغل. اوكي، هو اللي يحط الخريطه دي بالناس، يجيبوا خبراء بطريقته، يستخدم الطرق بتاعته، عنده جامعات وعنده مراكز بحثيه. انا بتمنى ان كل الناس يبقى عندها الحماس والرؤيه اللي عند حضرتك. لا انا عندي امل وانا شايفه مصريين كتير جدا متحمسين وعندهم قدر كبير من الحماس، والحقيقه انا متفائله برضو، يعني انا على قد ما انا زعلانه من اللي بيحصل، لان يعني انا مش ضد الدكتور مرسي ولا ضد القوى السياسيه اللي في الشارع، احنا كلنا مع مصر يا دكتور، مصر دي كلها لازم تبقى كلها حلوه. وبقول للدكتور مرسي مره ثانيه قبل ما البرنامج يخلص، من فضلك القوى السياسيه اللي في التحرير الرموز بتاعتها اقعد معاها
وشوفوا حل للتأسيسية وشوفوا حل للدستور، اعملوا دستور مؤقت، امشوا على دستور 71 وشيلوا العيوب اللي موجودة فيه بشكل مؤقت، واشتغلوا بالدستور الثاني برضه، يعني بشكرك يبقى في جداً. آلية معينة لعملية الانتقال. أستاذ دكتور نادية الله النمر، يخليك. الأستاذ الاقتصاد وعميد قسم الاقتصاد الأسبق رئيس بتجارة رئيس قسم بنها، الاقتصاد الأصل مش عميد. رئيس قسم الاقتصاد الأسبق بكلية كلية تجارة تجارة جامعة بنها. بشكرك جدا أهلاً. وسعدت جدا بوجود حضرتك معانا. أنا سعدت أكتر إن جمهورية مصر العربية بتتيح لي إن أنا أتكلم بكل ما أشعر بيه، وأنا بشكر تلفزيون جمهورية مصر العربية وبشكر كل إنسان بيساعد أي حد يقدر يقول كلمة حق في هذه البلد. احنا في النهاية كتلفزيون الشعب بنحاول نعرض كل الآراء ونعبر عن كل الآراء، لأن ده في النهاية هو دورنا، هو خصوصا في المرحلة دي. وبنقول وبنأكد مرة واثنين وثلاثة إن بالتأكيد الجميع يريد مصلحة هذا البلد، بالتأكيد الجميع له رؤية نحو التطوير ونحو البناء، لكن محتاجين نقعد علشان نوصل لبكرة اللي بالتأكيد إن شاء الله هيكون أحسن من النهاردة. أشكركم جدا على حسن المتابعة. ألقاكم يوم السبت القادم وحلقة جديدة مع كلام جريء، حتى نلتقي. لكم أطيب تحياتي محمد عبد المنعم.